الطريقة دي كده حلوة والّا لأ؟ هي وحشة لو عندك أكتر من input. يعني نفترض أنت عندك 10 input الng unit changes هيحصل لها call مع أي تغيير يحصل في أي input فيهم، تمام؟ وده معناه مثلًا لو أي input تاني غير الid اتغيّر هيحصل evaluation أو تقييم للif statement. يعني كل مرّة المتصفح هيقرا الكود ده، صحيح إن هو مش هينفذ الfunction دي خالص غير لمّا الid يبقى فيه قيمة أو حصل تغيير فعلًا، بس هو في النهاية هيعمل أو هيقرا أو هيعمل execute للسطر ده كل مرّة، وده هيبقى برضه مش حلو للperformance بغض النظر حتى لو كده. فأنت لو عندك أكتر من input الng unit changes بيحصل لها calling مع كل تغيير في أي input فيهم، تمام؟ وإحنا مش عايزين كده، إحنا عايزين على الأقل حاجة تتغيّر فقط مع الid بس، يعني يحصل لها call لو الid اتغيّر. طيب الحل إيه بقى؟ الحل بقى نروح للطريقة الأجدد والطريقة الأحدث. أحدث طريقة أو أفضل طريقة إنك أنت تربط بيها ID أو param float تمام بالcomponent إنك تستخدم الsignals أو الinput signal.